تعالوا بقى النهارده يا بنات نعمل كده شويه قرص بقى طريه كده. بصوا سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. في نص ساعه كده هتكوني عملتيها، تاكليها بقى كده جنب كوبايه لبن، جنب كوبايه شاي، تدفيكي كده في السقعه والتكتكه اللي احنا فيها دي. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه كده يا بنات معايا كده كوبايه من الميه الدافيه، هنزل عليها ب3 معالق كبار من السكر وكيس خميره. هنقلب بقى كده كل المكونات مع بعض، السكر بالخميرة بالمية بالشكل ده كده لحد كده ما الخميرة تدوب كده هي والسكر. وبعد كده بقى عندي ربع كوباية من الزيت، اي زيت عندك، وهحط بقى رشة من الملح واخر حاجة معلقة من الخل، معلقة كبيرة كده عشان تخلي بقى ايه القرص بتاعتي كده هشة وحلوة. هقلب بقى كده كله مع بعضه واركنها كده على جنب كده المكونات السائلة بتاعتي. وهنا بقى المكونات الجافة معايا كده نص كيلو من الدقيق منخول كويس، وعليه معلقة كبيرة من البيكنج باودر قلبتها، وبعد كده نزلت بالدقيق على خليط الخميرة بالشكل ده، وهفضل بقى اقلبه كده. وبعد كده خلاص بقى ايه اعجنه بايدي لحد كده ما لملم كل اللي في الطبق بالشكل ده. انا مش هحط مية تاني، خلاص كده هي الكوباية المية اللي انا حطيتها في الاول هي دي بس اللي هحتاجها. هفضل بقى اعجن فيها حوالي كده 6-7 دقايق لحد كده. بصوا الطبق شايفينه نضيف كده معايا وما بقاش اي حاجه، وايدي كده ما بقتش بتلزق ونضيفه وزي الفل. شايفينها اهي. هحطها بقى كده في الطبق وهدهن كده ايدي زيت، وهدهن كده وش العجينه بالشكل ده، وهغطيها بقى واسيبها تخمر شويه. انا هنا سخنت الميكرويف حوالي كده دقيقتين، وبعد ما طفى رحت حطيت كده العجينه فيه عشان طبعا الجو تلج وسقعه، فالخميره فالعجينه مش بتخمر بسرعه، محتاجه كده مكان مقفول يكون متدفي. وممكن انتي تدفي الفرن بتاعتك وتحطيها. بصوا هنا بعد حوالي ساعتين، عشان طبعا زي ما قلت لكم الجو ساقع جدا، فخمرت كده وطلعتها بقى كده على الرخامه. هبتدي كده يعني افردها بالنشابه، وبعد كده بقى اقسمها على قطع صغيره بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بقى هاخد القطع الصغيره دي هكورها. بصوا بقى قد ايه العجينه كده بتاخد وتدي، بصوا عامله زي اللبانه. هكورها بقى كور صغيره كده، وهقول لكم بقى الكور الصغيره انا عملت فيها ايه. شايفينها اهي. بصوا كورت كده حبه عشان اوريها لكم. هجيب بقى الصينيه الالومنيوم اللي انا هعمل فيها، وعايزه اقول لكم الصينيه الالومنيوم حلوه جدا للمخبوزات. هحط بقى بصوا 6 دواير كده ودوريه في النص. شايفينها اهي. وهي بقى طبعا لما بتخمر بتلزق في بعض. وهكمل بقى على نفس الشكل. هنا بقى الشكل التاني كورت كده كرة حلوة كده، وبعد كده بقى حطيتها على الصفاية بتاعت البطاطس بالقلبة. شايفينها اهي. هتاخد شكل بقى الخطوط شايفينها اهي شكل الخطوط بتاعت الصفاية. همشي بيها كده بالسكينة بالشكل ده كده. شايفينها اهي. ده الشكل التاني بتاع الوردة. وبعد كده هفصلهم عن بعض كده. بقت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بصوا حلوه قوي وما فيهاش اي حاجه، سهله خالص. لو انت مش عايزه تكوري الكور الصغيره هتاخد منك وقت، اعمليها كده. شكل الورده التانية دي حلوه قوي. وهكملت بقى الكميه كلها بتاعتي. بصوا عملت كده صينيتين، صينيه ورده وصينيه ورده تانية شكلين كده زي ما انتوا شايفين. وغطيتها حوالي كده نص ساعه كمان تخمر شويه قبل بقى ما ادخلها الفرن. معايا كده سمسم ومعايا لبن، هدهن كده وشها باللبن عشان احط السمسم. ودي خطوه اختياري، لو انتي مش عايزاها ما تعمليهاش، بس السمسم كده بيخلي المخبوزات حلوة قوي وبيديها طعم. هحط بقى سمسم، ولو عندك حبة بركة كمان ممكن ترشي كده حبة بركة مع السمسم تبقى حلوة قوي. وتدخليها الفرن بقى على درجة حرارة عالية. انا حطيتها على درجة حرارة 200 عشان طبعا المخبوزات بتبقى عايزة درجة حرارة عالية. واهم حاجة اول ما تطلع تغطيها شوية علشان تفضل طرية معاكي وما تنشفش. بصوا ده شكلها، بصوا شايفين عاملة ازاي. كانت حلوه جدا وطريه وهشه كده وسهله وما فيهاش اي حاجه. عايزه اقول لكم ما خدتش والله معايا نص ساعه بالظبط. والفرنه كمان ما بتاخدش يعني 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير بتكون اتعملت. وده كان فيديو النهارده بقى. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.